بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس احمد. يلا كده اهلاويه دعمونا واشتركوا في القناه. طبعا شفنا ماتش الاهلي وسيراميكا امبارح. الاهلي لعب كويس، ماتش كان كويس، كبدايه كويسه يعني احسن من الماتش اللي فاتت. ماسكين كوره، ضغط كويس. آه استخلاص للكوره كويس. الكوره التانيه بتاعتنا في افريقيا موجود بصراحه، اتعمل امبارح كويس. بس اللعيبه هي دي بنزل مركزه. فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم في كل حاجة في الفيديو ده، تابعونا إن شاء الله بإذن الله. يعني بدأ تشكيل، يعني كان التشكيل كان الشناوي، بيكام، ياسر، هاني، كوكا، بن شرقي، تريزيجيه، بن رمضان، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف. هي تشكيلة كويسة. عن الأهلي في الشوط الأولاني كان عمل شغل كويس جدا، ضغطنا كتير جدا. كان ممكن الماتش ده يخلص في الشوط الأولاني بس يخلص 3-0 على الأقل. بس الأهلي بس عندهم مشكلة، لازم نشوف لها حل، اللي هو بيضيع فرص كتيرة جدا. انت ماتش امبارح وصلت كتير، ضيعت فيه فرص، جت في العارضة، في فرص انت معرفتش تستفاد منها. كانت فرصة، في فرصة لشريف، في فرصة لطاهر اللي هي كانت المفروض ضربة جزاء، الحكم ما شافهاش حتى. في فرص كتيرة جدا جدا جدا. في فرصة لجراديشار لما نزل، في فرصة لبن شرقي. في فرص كتيرة جدا امبارح حصلت بس انت معرفتش تستغلها. انت امبارح فضلت مقعدنا على، يعني مش على اعصابنا، لان مش يعني مفيش حاجه اسمها مستاهل تقعد على اعصابك. قعدنا قلقانين عشان خاطر خايفين نخش في الجون زي كل مره والتعادل. بس الحكم امبارح بصراحه ما كانش على قد، مش كان على قد المسؤوليه خالص. الحكم تحس ان هو يعني فاهم، ما بيديش حد حقه، يعني فاهم. يعني انت الكوره ضربة الجزاء، يعني هي المفروض ضربة جزاء، لان مش عارف هي ضربة جزاء والله. لا بصراحة مش عارف احكم عليها بصراحة عشان ما اقولش كلام وخلاص. بس يعني انت زي ما شفت بتاعت سيراميكا، شفت بتاعت الاهلي، ولا ايه يا جماعة؟ يعني فاهم. وانت يعني حتى يعني في كانت كورة في ريا جت على الواد، كان بيعدي وجت في ايده وهو نايم في الأرض على خط ال 18. انت حتى ما اديتوش انذار، فاهم؟ انت ازاي ما فيش انذار دي؟ يعني فاهم، ده راجل ملعب كورة يعني. في حاجات كتيرة جدا جدا، أنا مش هتكلم عن التحكيم، بس التحكيم امبارح ما كانش حلو بصراحة. نرجع للماتش بقى. الأهلي الشوط التاني نزل، ضغط برضه وكل حاجة، بس برضه نفس الفكرة، ما فيش بيخلص الكورة. انت لو بتلعب ماتش كبير مع لعيبة كبيرة بتهاجمك وبتدافع كويس، ممكن انت تضيع لك المجهود بتاعك كله. فالفترة اللي جاية إن شاء الله بقى إن الأهلي يعتمد اللي هو ازاي يخلص الكور، ازاي الفرصة اللي تجيله يخلصها. حسين الشحات لما نزل عمل شغل حلو أوي جدا. طاهر محمد طاهر امبارح كان كويس جدا. لعيبة امبارح بصراحة الحمد لله كانت فايقة. ياسر إبراهيم كان نجم برضه من نجوم الدفاع. بيكام لا، لسه بيكام يعني لو إعارة يرجع بقى خلاص، يعني مش يعني بيكام نشوف حد أحسن من بيكام. يعني بيكام امبارح يعني بيكام بصراحة أنا ما حسيتوش في أي ماتش بيلعبه بصراحة يعني. فبيكام لا، شكرا كده بيكام، ويرجع بقى سيراميكا تاني. مروان عطية كان نجم نص الملعب، نجم نص الملعب. برمضان برضو لسه برضو مش حاسه، برضو برمضان لسه ما جابش اللي عنده. رمضان عنده احسن من كده بكتير كتير جدا جدا. يعني برمضان امبارح كان يعني احسن من الماتشات اللي فاتت، بس لسه بينون عند رمضان بان كتير. تريزيجيه امبارح طبعا عمل كل حاجه في الكوره امبارح بصراحه، يعني جاب جون عالمي امبارح. الكوره هو بقى بيحب يلعب يعني على طول. هو عمل مجهود كويس، واعتذر للجمهور. احنا خلاص نقدر رسالة طلعتها جديدة. نركز بقى في الملعب، نركز مع الفريق. تريزيجيه شويه، انت المفروض كابتن فريق وابن النادي. انت عارف الاصول بتاعت النادي وعارف الحاجات اللي بتحصل في النادي، فانت ما تجيش منك اي حاجه خالص. بن شرقي برضه كان كويس جدا امبارح. مين تاني؟ شريف يعني برضه احنا محتاجين مهاجم مع شريف. جريشة كده بينزل ما بيعملش حاجه، معرفش إيه اللي حصل له بصراحه برضه. احنا محتاجين مدافع، محتاجين شمال. ممكن شكر احنا جايبينه مصاب. آه فالاهلي بدايه كويسه نمشي عليها بقى. سطر كده من اول سطر كده ونمشي عليها. يعني بعد ماتش سيراميكا ما ننزلش، يعني ماتش جاي هات حدود ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نكسبه. بعد كده ان شاء الله باذن الله نشوف هنعمل إيه مع الزمالك، نكسب الزمالك. بس أهم حاجه بس تريزيجيه عنده انذارين، ما ياخدش انذار في ماتش حرس حدود، او ما يا ريت ما تبقاش بيها يا كابتن عماد. يا ريت تريح تريزيجيه الماتش الجاي، هو الوحيد اللي عنده انذارين. فهتبقى مشكله لو خد انذار. وانت كمان زيزو مش هيلعب، ممكن ما يلعبش، ولا امام عاشور. فاحنا محتاجين تريزيجيه في ماتش الزمالك. فيا ريت تريزيجيه يريح الماتش الجاي، او يلعب بس يلعب من غير ما ياخد انذار. هتبقى مشكله لو خد انذار في ماتش حرس حدود.
إن شاء الله ترزقي لو لعب يلعب بهدوء كده ومبلاش عصبية وانفعال عشان مياخدش إنذار التالت. فالماتش امبارح مجمله جيد. يعني احنا الحمد لله كنا بين فين وبين فين. اللعبة لعبت كويس امبارح، الضغط كان كويس، كل حاجة كانت كويسة. بس يعني أنا بين رمضان عليه علامة استفهام بصراحة كبيرة جدا جدا جدا. يعني بصراحة بين رمضان عنده أحسن من كده بكتير. كان أحسن نجوم امبارح بصراحة في الماتش عجبوني جدا امبارح كان مروان عطية ودريزجيه وياسر إبراهيم وبن شرقي. فيعني دول بصراحة هم اللي عملوا، فاهم، بتحس إن هم منزلين، لا مركزين وهيعملوا كل حاجة في الموضوع. فده كان كل حاجة على ماتش أهلي وسيراميكا. احنا لسه برضه يعني الأهلي في المركز العاشر، مش مركز برضه. الأهلي إن شاء الله يكسب حرس الحدود ويوصل بقى، يخش جوه شوية بقى في المربع الذهبي. وبعد كده نشوف بقى إن شاء الله نعمل مع الزمالك ونتكلم طبعا لما تيجي وقتها إن شاء الله بإذن الله. فيلا أنا ويا دعمونا وشكرا. السلام عليكم.